هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام متابعي ذات أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 12 من أكتوبر. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص حلقة اليوم لتغطية الحفل الذي نظمه التجمع الإريتري في فرنسا بمناسبة إطلاق كتاب إريتريا والشرعية السياسية، والذي تم في باريس يوم السبت الماضي. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. تصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم تيغراي في إثيوبيا. برنامج الأمم المتحدة للغذاء يفوز بجائزة نوبل للسلام لهذا العام. وأخيرا مبايعة الشيخ مشعل الأحمد وليا لعهد دولة الكويت. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. تزداد درجة التوتر بين كل من الحكومة الفيدرالية الإثيوبية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد والحكومة الإقليمية لإقليم تيغراي. وتأتي التوترات في ظل إعلان مسؤولين في إقليم تيغراي بأن قرار الحكومة الفيدرالية حرمان الإقليم من الميزانية المركزية وتعليق التواصل مع حكومته بأنها إجراءات ترقى إلى درجة الحرب. وقال الباحث النرويجي والذي درس في جامعة مقاليش تيل ترونفول بأن الإجراءات الجديدة قد تدفع الإقليم إلى إعلان استقلاله عن جمهورية إثيوبيا الفيدرالية. منحت جائزة نوبل للسلام للعام الجاري لمنظمة برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة، وذلك تقديرا لجهوده الكبيرة في مكافحة الجوع في العالم. وقالت لجنة نوبل النرويجية المانحة للجائزة أن برنامج الأغذية العالمي عمل كقوة محركة على صعيد جهود منع استخدام الجوع كسلاح يذكي نيران الحروب والصراعات. وتقدر القيمة المادية للجائزة $1,100,000. وأعلن اسم الفائز رقم 101 بالجائزة في معهد نوبل النرويجي في أوسلو. وقال رئيس برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي في تصريحات لوكالة أسوشيتد بريس أنها كانت المرة الأولى في حياتي التي لم أجد فيها كلمات للتعبير عن شعوري. بايع مجلس الأمة الكويتي وهو على سلطة تشريعية في البلاد بالإجماع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأخ غير الشقيق للأمير الراحل صباح الأحمد الصباح، والذي شغل مناصب أمنية بارزة لعدة سنوات وليا للعهد، وذلك بعد أن رشحه أمير البلاد الجديد الشيخ نواف الأحمد للمنصب يوم الأربعاء الماضي. وأدى الشيخ مشعل لاحقا اليمين الدستوري أمام المجلس، وجاء أداء القسم بعد اختيار الأمير الجديد نواف لمشعل لولاية العهد حسب ما ينص عليه دستور دولة الكويت. ويشير مراقبون بأن الأمير الجديد والبالغ من العمر 83 عاما قد يفوض ولي العهد صلاحيات أكبر في الحكم. وشغل ولي العهد الجديد والبالغ من العمر 80 عاما منصب نائب قائد الحرس الوطني في الكويت لفترة طويلة، وشغل كذلك مدير جهاز الأمن الوطني لمدة 13 عاما. ويعد ولي العهد الجديد من الشخصيات الأمنية البارزة في البلاد، وليس له نشاط سياسي معروف في الكويت. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرينا. توتر بين الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم تيغراي. برنامج الأمم المتحدة للغذاء يفوز بجائزة نوبل للسلام لهذا العام. مبايعة الشيخ مشعل الأحمد وليا لعهد الكويت. استمعتم فيما مضى مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام لنشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرينا.
متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، متابعي برنامج تعليق على الحدث، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي، ونخصص حلقة اليوم لعرض احتفال التجمع الإريتري في باريس يوم السبت 4 من الشهر الجاري بمناسبة تدشين كتاب إريتريا والشرعية السياسية، والتسجيل والإخراج للأستاذ المخرج الفني والمصمم مجاهد عثمان. متابعة طيبة أتمناها لكم. هذه إذاعة إرنا. إذا كان يحكمنا رجل واحد يضعنا في السجون ووراء القضبان ويقودنا إلى خدمة عسكرية إجبارية ويدخلنا في حروب مع دول الجوار ويشتتنا في دول المنافي، من أين له الحق في ذلك؟ من أين له الحق في ذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة. الحديث اليوم متروك للأستاذ إدريس خليفة والأستاذ فتحي عثمان. فقط حبيت أنوه لزمن الفيديو. في ناس بتقول لك زمن الفيديو طويل وتحاول تختصر الفيديو، لكن خذ في بالك إنه الفيديو ده مستخلص من زمن ساعتين من التصوير المستمر. يعني دي الفائدة أو الخلاصة الدسمة. فأتمنى إنك تشاهده بكل تمعن وتحاول تستفيد من المعلومات الموجودة داخل الفيديو وتجاوب على الأسئلة المطروحة. صراحة أنا ركزت على كلمة الأستاذ إدريس خليفة اتجاه الكتاب وتحليله للكتاب، وكلمة الأستاذ فتحي عثمان في نظرته للقضية السياسية الإريترية. وإن شاء الله حيكون عندنا جزء تاني نطرح فيه الأسئلة اللي كانت في الحفل، كانت أسئلة عامة، وكلمة الأستاذ عمر بدار ممثل التجمع الإريتري. وبرضه ما ننسى نشكر الأستاذ محمد عمر مقدم البرنامج. صراحة التقديم كان ارتجالي لأنه مقدم البرنامج حصل له ظرف ما وما حضر الحفل، فبالنسبة له كان الموضوع مفاجئ، ونشكره على التقديم الجميل. والتحية للتجمع الإريتري على اللفتة الجميلة ورعايته لتدشين أو حفل الكتاب. وبرضه نشكر الركن الإفريقي على استضافة الحفل والحضور الكريم. مشاهدين الأعزاء، لا نطيل عليكم، دعونا نشاهد الفيديو. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوة الأعزاء، الحضور الكريم، نبدأ برنامجنا لهذه الأمسية الكريمة بتلاوة عطرة من القرآن الكريم. فليتفضل الأخ عبد السلام. لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أحييكم جميعا لحضوركم هذه الفرحة العظيمة. نحن نؤكد بهذا الحضور أننا استجبنا لسورة اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نحيي الأستاذ فتحي عثمان لأنه اجتهد وثابر، وهو ثمرة من ثمارة الحركة الطلابية الإريترية بشتى أطيافها. شاب مجتهد مثقف، دبلوماسي قدير، له اجتهادات في مجالات عدة. عمل في مجال الإعلام فكان له إسهام مقدر، وعمل في الخارجية وله أيضا إسهام مقدر. حضر وناقش في كثير من قضايا الوطن، أذكر منها على سبيل المثال قضية زقر وحنيش، وهذا قد لا يعرفه الكثير. من إسهاماته القديمة كان له كتابه الأول في العام 14 و2000. أما الآن فنحن نعمل على تدشين الكتاب الجديد الذي يحمل اسم الشرعية السياسية، التطور والتاريخ، وفي هذا العام المجيد 2020. وهذا الكتاب تصل عدد صفحاته إلى 285 صفحة. كلنا على موعد مع هذا الكتاب، ونتمنى جميعا الاستفادة منه،
لما فيه من معلومات مفيدة ومهمة جدا. أترك فرد هذه المعلومات للأستاذ إدريس خليفة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة المرء يسعد في مثل هذا اليوم لأسباب عدة. أسعد لأنني بينكم، بالرغم من أن لي عام كامل في هذه البلاد، إلا أنني لم ألتقي بأخوة لي بهذا الكم وبهذا العدد إلا في هذه المناسبة، فأنا حقا سعيد أن أكون بينكم جميعا. والسعادة تغمرني أكثر إذ شرفني الأخوة بأن أتناول عرض هذا الكتاب للأستاذ القامة فتحي عثمان. وحقيقة مثلي لا يرقى لمثل هذا العمل، لكن أتيحت لي الفرصة، وهي حقا فرصة أتشرف بها. أدلف الآن إلى عرض لهذا الكتاب، فكتاب إريتريا والشرعية السياسية، التطور والتاريخ، من العام 1890 إلى العام 1952، هو امتداد للكتاب الأول إريتريا من حلم التحرير إلى كابوس الدكتاتورية، وهو يندرج ضمن دراسة بحثية يقوم بها الكاتب معتمدا على أسئلة ثلاث. تكون هذه الدراسة البحثية إجابة عليها، فالأسئلة هي لما وكيف وما. فكان الإصدار الأول إجابة للسؤال الأول، وهذا الكتاب هو جواب للسؤال الثاني. والكتاب صادر عن دار رفيقي للطباعة والنشر، وهي دار جنوب سودانية تتخذ من القاهرة مقرا لها. ويقع هذا الكتاب في 85 و200 صفحة من الحجم المتوسط. وقد احتوى الكتاب على قسمين بهما 9 فصول، ويتضمن كل فصل عدة مباحث ومطالب، بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة. ويعد الكتاب فريدا في موضوعه بالنسبة للمكتبة الإريترية العربية، إذ لم يسبقه أحد من نظرائه حسب علمي، وهو ما يكسبه أهمية بالدرجة الأولى. ومما يميزه أيضا أنه لم يتناول السرد التاريخي للأحداث والحقائق التاريخية أسوة بمن كتب قبله عن إريتريا، معتبرا إياها أنها معلومة للقارئ، وإنما عمد فيه إلى دراسة وتفسير لتلك الأحداث والحقائق، معززا ذلك بالشواهد والأدلة والقرائن بأسلوبه الخاص ولغته الرصينة ونثر ثقافته الثرة في ثنايا ذلك، مما يجعلنا كقراء نتنزه في بساتين متنوعة من المعلومات الثقافية هنا وهناك دون الإخلال بالمادة الأساسية للكتاب. ويتناول الكتاب الشرعية السياسية في الفترة من 1890 إلى 1952، أي منذ إعلان إيطاليا إريتريا مستعمرة لها وحتى صدور قرار الأمم المتحدة ربط إريتريا بأثيوبيا فيدراليا، حيث تناول المؤلف الشرعية السياسية التي استندت عليها القوة الاستعمارية المتعاقبة على إريتريا: الاستعمار الإيطالي، والاستعمار البريطاني، ثم الاستعمار الإثيوبي،
وقبل ذلك الاستعمار، وقبل ذلك الشرعية السياسية للقبول بالاتحاد الفيدرالي. وفيما يلي عرضا موجزا لمحتويات الكتاب، وأرجو أن لا يكون إيجازا مخلا بتلك المحتويات. تناول الكاتب تعريف مفهوم الشرعية السياسية وبيان مكانتها في العلوم السياسية وارتباطها الوثيق بالعلوم الاقتصادية والاجتماعية. تناولت الدراسة أيضا بيان أساس شرعية الحاكم المتمثلة في رضا المحكومين، موضحا كمال هذه الشرعية ونقصانها وفق اختلال إحدى كفتي ميزانها، الرضا أو العصيان. وتطرق الكاتب على أهم مكتسبات الشرعية السياسية: التقادم، الإنجازات، تمثيل المحكومين في دوائر الحكم أي الشورى. كما تطرق إلى مصادر الشرعية السياسية المتمثلة في التقادم أي التوارث أبا عن جد كالملكيات الدستورية، وكذلك الكاريزما وسلطة القانون. تحدث الكتاب أيضا عن أنواع الشرعية السياسية تقليدية وحديثة، شارحا كل منها كعادته شرحا مستفيضا، وفي ضوء ذلك تناول محددات ومخرجات الصراع الإريتري حول السلطة السياسية، مبينا اختلافها عن بقية الصراعات بعنصر الخصوصية الاجتماعية. وفي السياق الاقتصادي مبينا خصوصيتها في عنصر الخصوصية الاجتماعية والسياق الاقتصادي والجغرافية والهوية. يتناول بعد ذلك في ثنايا الشرعية السياسية شرعية الثورة المبنية على المطالب المصلوبة ومفهومها المتمثل في انتزاع الحق بالقوة. واصل الكاتب أيضا السرد والتحليل التفسيري ليتناول الاستعمار، موضحا السياق والخطاب، متحدثا عن الانكسار الذي حدث للمد الإسلامي في أوروبا في معركة بلاط الشهداء، وتطلع الأوروبيين بعدها للسيطرة على الشرق الأدنى بإعلانهم الحرب المقدسة للسيطرة على المواقع الاستراتيجية، والدعوات الكنسية التي ساحبت ذلك بدعوى فتح الطريق إلى القدس بقصد الحج وغيرها من الدعاوى. بعد ذلك تناول الكاتب التنافس المستعمر على القارة الإفريقية ودوافعه الاقتصادية والتجارية الرأسمالية، والتنافس لتوازن القوى الاستعمارية فيما بينها. وفي ثنايا ذلك تناول خصائص الدول الإفريقية، موضحا بإسهاب الشرعية السياسية التي استند عليها المستعمر. ثم تناول الكاتب بعد ذلك ملامح المجتمع الإريتري قبل الاستعمار الإيطالي، مركزا على الطبيعة الجغرافية لمجتمعات المرتفعات الجبلية في الهضبة الحبشية، ومجتمع المنخفضات في السهول في الشمال والشرق والغرب، وتأثيرها عليهم بأبعادها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، مما كان له تأثيرا بالغا في التعاطي مع الأحداث فيما بعد. استمر سرد الكاتب ليصل إلى الاستعمار الإيطالي، مستطردا عن الحالة التي كانت سائدة في إيطاليا بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية، وحالة التشتت التي كانت تعيشها شمالا وجنوبا، والوضع الاقتصادي المتباين بين الشمال والجنوب، وخروجها منه موحدة، ونشوء فكرة أخذ نصيبها من القارة الإفريقية أسوة ببقية الاستعمار. فكانت أولى غزواتها إلى إريتريا ومن ثم الصومال وليبيا، وموضحا الدور البريطاني في تشجيعها لقطع الطريق على فرنسا المنافس اللدود لبريطانيا. وقد تناول الكاتب الأبعاد الاقتصادية والاستيطانية من هذا الاستعمار. أيضا تناول الكاتب التعليم وأنواعه قبل الاستعمار الإيطالي ودوره في الحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية، حيث كان تعليما مقصورا في التعليم الديني
بشقيه الإسلامي والمسيحي اقتصر على الخلاوي والكنائس والأديرة، وقد أضيف إليه التعليم النظامي المحدد لحاجة الإيطاليين لأنصاف متعلمين في الخدمة المدنية، مما تسبب في ضعف التعليم الذي نتج عنه عدم القدرة على تشكيل حراك سياسي أسوة ببقية المستعمرات المجاورة كالحركة المهدية في السودان، والملا محمد عبد الله ما يطلق عليه الملا المجنون في الصومال، وحركة المجاهدين الليبيين بقيادة المجاهد عمر المختار، موضحا الأسباب التي أدت لذلك وهي كثيرة، ومن ضمنها ضعف اللغة العربية. تطرق الكاتب أيضا لموضوع اللغة العربية بإسهاب، مبينا ضعفها وعدم قدرتها على الانتشار قبل الاستعمار، وما طرأ عليها في فترة الاستعمار الإيطالي ثم البريطاني ثم فترة الاتحاد الفيدرالي مرورا بالثورة ثم الدولة، والمتوقع لها أيضا مستقبلا، في تشخيص عميق وتناول متميز. يوضح الكاتب أن التعليم اختلف نسبيا في العهد البريطاني، حيث شهد تحسنا ملحوظا في عدد المدارس ومراحلها، بالإضافة إلى إنشاء معهد تدريب المعلمين. ويجري الكاتب هنا مقارنة بين إريتريا والسودان في التفاعل السياسي واكتساب الشرعية السياسية لقيادة البلاد بعد جلاء المستعمر، حيث تناغمت خبرة المتعلمين والمثقفين قوة حديثة مع الزعامات الأهلية وأموالهم قوة تقليدية لوراثة سلطة المستعمر، بينما لم يحدث ذلك في إريتريا، حيث كانت الفجوة كبيرة والبون واسع بين الفئتين. تحدث الكاتب بعد ذلك عن الشرعية السياسية للاستعمار الإيطالي، موضحا أنها لا تختلف عن الشرعية السياسية البريطانية والفرنسية، والتي تستند على القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية وحرمان الخصوم منها، وإن جاءت في صورة الإنسانية والأخلاقية ادعاء. تناول الكاتب بعد ذلك مشروعية الاستعمار البريطاني ومرتكزاته، مبينا الفرق بين المشروعية والشرعية من حيث الدلالة، والدور السلبي الذي لعبته بريطانيا على الصعيد السياسي والاجتماعي والأمني، بما يتماشى ومراميها التي تريد أن تحققها من وراء ذلك. ويستطرد الكاتب في أسلوب شيق المراحل تلو الأخرى ليصل بنا إلى الحقبة الوطنية التي تشكلت فيها البذور الأولى للشرعية السياسية، ممثلة في الكيانات الثلاثة: جمعية حب الوطن، أي ما يعرف في التقنية بمحبر فقري، وحزب الرابطة الإسلامية، وحزب الوحدة مع أثيوبيا محبر أندنت. وقد تناولها الكاتب جميعها بدراسة مستفيضة، مع تأكيده أن حزب الرابطة الإسلامية ينبغي أن يدرس بشكل أوسع، ذلك لأن هذا الحزب قد همش في الدراسات التاريخية التي تناولها معظم الدارسين، لأنه يشكل الوجدان الحقيقي للمسلمين في إريتريا، ولأنه كذلك يعتبر الحاضنة الاجتماعية والمعبر عن حاجات المسلمين في إريتريا. ومما يميز هذا الحزب، حزب الرابطة الإسلامية، عن غيره من الأحزاب الإسلامية، أنه تبنى مطالب المسلمين وحقوقهم في إريتريا داخل إطار الدولة العلمانية، وأنه لم يلغي الطرف الآخر، أي أنه كان يؤمن بفكرة العلمانية الدولة للجميع، ولكن في إطار هذه الدولة أو في هذا الاتحاد ينبغي أن يأخذ المسلمون أو أن يحصل المسلمون على حقوقهم دون إقصاء للأطراف الأخرى. ولذلك
استطرد الكاتب ولاحظ أن هذا الحزب لم تكن له أي علاقة بالحركات الإسلامية التي تختزل الحكم في الإسلام كحركة الإخوان المسلمين التي سبقت هذا الحزب بعقود من السنين، وكذلك لم تتبنى الحركات الإسلامية الإريترية فيما بعد ذات المنهج، فكان حزبا متوازنا في مطالبه غير إقصائي. ومع ذلك همشت دراسة هذا الحزب في النواحي التاريخية أو في الكتب التاريخية أو الدراسات التاريخية التي تناولت القضية الإريترية حسب ما يراها الكاتب. تناول بعد ذلك شرعية الادعاء الإثيوبي على إريتريا، موضحا جوهر ذلك الصراع المتمثل في الثقافة الحبشية ذات الوجدان المسيحي ضد الثقافة العربية ذات الوجدان الإسلامي، وهو بالدرجة الأولى صراع اقتصادي قائم على اكتساب ممر مائي على البحر الأحمر. كما تناول في الدراسة الشرعية الأثيوبية وأدوات هذه الشرعية التي اعتمدت عليها بشكل أساسي، وكانت هذه الأدوات تتمثل في عنصرين. العنصر الأول هو التحرك الخارجي الذي تمثل في الدبلوماسية الناعمة، سواء كان في إطار الأمم المتحدة أو العلاقات الثنائية التي أقامتها إثيوبيا مع الدول العظمى، وعلاقة كانت متميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن إثيوبيا قد شاركت كما يرى الكاتب بقوة عسكرية في تلك الحروب. وكذلك العنصر الثاني كان عنصر الإرهاب والتهديد، وذلك عبر ممثليها داخليا من الأذرع التي كانت تتخذها، وتدخل الكنيسة الأرثوذكسية بشكل مباشر في ذلك باستدعاء التاريخ والمسير المشترك بين الشعبين. وضمن هذه الشرعية تناول المؤلف الدور المسكوت عنه للكنيسة الأرثوذكسية في تبني فكرة السلطة الدينية التي تخدم أهدافها، وتبنت هذا النهج عبر الحقبة الزمنية المختلفة، حيث كان لها تأثير مباشر ودور فعال في الشرعية السياسية للحاكم وإخضاع المحكومين له، وظهر ذلك جليا في الفترة التي سبقت الاتحاد الفيدرالي. وهذا الطرح الجريء سابقة جديدة تحاشاها كل من كتب عن تاريخ إريتريا ما قبل الثورة، ربما مجاملة أو محاباة أو خوفا من التصدع، ولكن هذه تعتبر سابقة جريئة وتحسب للكاتب، حيث تناول دور الكنيسة الأرثوذكسية في السعي لضم إريتريا إلى أثيوبيا. وفي الفصل الأخير أو في الفصل قبل الأخير تناول الكاتب السبيل إلى شرعية وطنية إريترية، متحدثا عما كان يدور في اجتماعات الدول المعنية بتصفية وضع المستعمرات الإيطالية المهزومة في الحرب العالمية، وفق تقاطع المصالح وتباين المواقف كل حسب مصلحته، وظهور الفاعلين السياسيين في محاولة لبناء الشرعية بانت تجلياتها في تفاعل القوى التقليدية ممثلة في زعماء القبائل والعشائر ورجال الدين بشقيهم الإسلامي والمسيحي، وزعماء البيوتات الدينية والقضاة والعمد وغير ذلك، بالإضافة إلى تفاعل القوى الحديثة والمتمثلة في العسكر والعمال والموظفين، وإشارة إلى الدور التكميلي للطلاب في ذلك الوقت، لأن دورهم لم يكن دورا أساسيا وفعالا، وذلك لأنهم لم يصلوا إلى درجة النضج وكمال الوعي الجمعي. لتنتهي بنا الدراسة في تناول الموضوعات في الفصل التاسع والأخير إلى شرعنة المطالب التي أوصلت الملف الإريتري إلى أروقة الأمم المتحدة لحسم الخلاف بصدور القرار الفيدرالي بتسوية سياسية مبنية على الترضية
لكل الأطراف المتخاصمة في ذلك ولأصحاب المصالح المتقاطعة. ضمن هذا الفصل ذكر الكاتب الموقف المبرز والمميز لدولة باكستان في جمعية الأمم المتحدة، والذي كان ينادي باستقلال إريتريا، وكذلك دورها المميز بعد الحرب الأخيرة الأثيوبية أو حرب القرن 21، مطالبة النظام الأثيوبي أو نظام الوياني في ذلك الوقت بالخروج من الأراضي الإريترية. حاولت قدر الإمكان أن أتلمس النقاط الأساسية والرئيسية المحفزة في هذا الكتاب، وإلا حقيقة فإن الكتاب يحوي في طياته الكثير والكثير من المعلومات التي ربما لم نقف عليها من قبل. وما ميز ذلك قدرة الكاتب وامتلاكه للبحث العلمي وتحمل المشقة فيه، بالإضافة إلى ذلك إلمامه باللغات الرئيسية، اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتجرينية وكذلك اللغة الفرنسية، مما سهل له الوصول إلى المراجع الأولية دون طلب الوسيط. في ختام هذه اللمحة الموجزة، لست من أهل النقد ولا أرقى لذلك، فقام مثل الأستاذ فتحي عثمان، ليس إدريس خليفة وأمثاله هم من يقومون بدراسة نقدية لكتبه، والقامات تتقاصر دون تلك القامة، ولكن الكمال لله سبحانه وتعالى، وكل عمل يقوم به البشر يعتريه الزلل والنقصان. لاحظنا في قراءتنا للكتاب بعضا من الأخطاء المطبعية، باعتبار أن ذلك يصاحب دائما الطبعة الأولى أو النشر الأولي، وربما يعود ذلك لعوامل البعد بين الكاتب ودور النشر وصعوبة التواصل في كثير من الأحيان. هذه الأخطاء المطبعية التي لا تؤثر في مضمون النص هي محصورة وموجودة لدى الكاتب، وسيحاول الكاتب إن تيسر له طباعة الكتاب مرة أخرى بعد النسخة الأولى أن يتلافاها، ويتلافاها أيضا في إن شاء الله منجزاته القادمة. نشكر مجددا أستاذنا الأستاذ فتحي على هذا الإهداء القيم للقارئ المثقف العربي الإريتري، على هذه المعلومات وهذا الجهد المميز المصحوب بالتفسير والتحليل الذي لم يسبق إليه كما أسلفت من قبل. أشكركم لحسن الإنصات والإصغاء، وآسف إن كنت قد أطلت في الإيجاز أو في الشرح، لأن الموقف كان يتطلب ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرنا. أتيح الفرصة للكاتب والمؤلف السفير فتحي عثمان، فليتفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية، من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. واجب علي تقديم الشكر لكم، حضوركم من مناطق متعددة، ربما رغم الالتزامات ورغم كل شيء حضرتم للمتابعة وللتشجيع، فمدين لكم أنا بالشكر. وأخص بالشكر التجمع الإريتري، وأخص تخصيصا أيضا الأستاذ الشيخ عبد الكريم، الأستاذ محمد علي أبو بكر، الأستاذ محمد عمر إدريساي وإدريس أستاذ إدريس خليفة، وكل من قام بجهد حقيقي ومخلص وراء هذا اللقاء. الهدف هو تقديم هذا الكتاب الذي يأتي مكمل للكتاب الأول، إريتريا من حلم التحرير إلى كابوس الدكتاتورية،
إذا مد الله في العمر أن يكون هناك في جزء ثالث. الأجزاء الثلاثة هذه تحاول بسبب وبأساليب دراسة الأزمة في إريتريا، وبالتحديد أزمة الحكم في إريتريا، عبر فهم أنه أي كتاب يحاول إجابة على أسئلة محددة. والأزمة الموجودة في إريتريا الآن تحتاج إلى جهد مكتوب لفهمها. لذلك السؤال الأول كان: لماذا حدثت الدكتاتورية في إريتريا؟ بسبب بسيط: كيف انتهى نضال الشعب الإريتري 30 عاما من التضحيات والدموع والدم والبطولات والتضحيات، كيف انتهت كل هذه تحت قدم رجل واحد؟ هذا السؤال الذي يجاوب عليه الكتاب الأول. كيف نبتت الدكتاتورية؟ الدكتاتورية في إريتريا والطغيان نبت عن طريق مراحل تاريخية متعددة، وهذه المراحل التاريخية المتعددة لها علاقة بالاقتصاد والاجتماع والسياسة والدين، وحتى كل تصرفاتنا لها علاقة بنشوء الطغيان في إريتريا. والغريب أن الشعب الإريتري ناضل من أجل أن يكون حر وأن يعيش حياة أبية، ناضل ضد الطليان وضد الإنجليز وضد الإثيوبيين، وانتهى تحت قيادة فئة أو حكم لديكتاتور من أبناء البلد، من أبناء جلدتنا. هذا الحكم الموجود في إريتريا أحدث أزمة. هذه الأزمة ربما شعبت ولها أكثر من مظهر. لذلك في اعتقادي يجب أن نجاوب على الأسئلة، ويجب أن نجاوب عليها بشكل مكتوب، بحيث أن الكتابة هي توثيق وتسنيد وفتح لحوار عميق، ليس فقط أن أجلس أمام الفيديو والكاميرا وأتحدث ويذهب حديثي أدراج الرياح. لا، يجب أن نقدم إجابات واجتهادات تعتمد على أكثر من مدخل لتفسر هذه الأزمة. إذن الكتاب الأول كان يحاول الإجابة على سؤال واحد ورئيسي: كيف انتهت تضحيات الشعب الإريتري وثورته في الطغيان أو تحت أحذية حاكم طاغية؟ هذا شيء مستغرب، يستغربه الإريتريين ويستغربه غير الإريتريين أيضا. كيف يعني أنتم ناضلتم 30 عاما لتنتهوا هذه النهاية، لتنتهوا في دول الشتات وفي الغربة وإلى آخره؟ ما هي أسباب الدكتاتورية في إريتريا؟ هذا كان الكتاب الذي صدر في عام 2014. هذا الكتاب الشرعية السياسية يحاول الإجابة على كيف حدثت الدكتاتورية في إريتريا، كيف حدث الطغيان. الطغيان في إريتريا له علاقة بالشرعية. يجب أن الشرعية هي مفهوم قانوني وسياسي يجاوب على سؤال واحد فقط: من له الحق في أن يحكم؟ من له الحق في أن يحكم؟ اليوم لو اتفقنا نحن في هذه القاعة على أن نحكم إريتريا، ما هي الشرعية التي نحكم بها إريتريا؟ إذا كان يحكمنا رجل واحد يضعنا في السجون ووراء القضبان ويقودنا إلى خدمة عسكرية إجبارية ويدخلنا في حروب مع دول الجوار ويشتتنا في دول المنافي، من أين له الحق في ذلك؟ هذا الكتاب يحاول الإجابة على هذا. كل من يحكم إريتريا، حتى لو جاءت الآن تنظيمات وأحزاب المقاومة والمعارضة الموجودة في الخارج لتحكم إريتريا، بأي حق يجب أن تحكم إريتريا؟ ولماذا؟ وكيف لا تتكرر تجربة أن يكون هناك طاغية؟ ليس نحن الآن معنيين، أو هذا الكتاب ليس معني بشخص واحد فقط، بل معني بظاهرة عامة. الطغيان في إريتريا كيف حدث؟ ولماذا حدث؟ وكيف يتم علاجه؟ الشرعية السياسية كما ذكرنا هي لها علاقة بهذا السؤال: من له الحق في أن يحكم؟ الإجابة على هذا السؤال أن الشعب الإريتري عندما ناضل من أجل
تغيير مصيره في الأربعينات وفي الخمسينات وفي الستينات حتى بداية تحرير إريتريا كان يعتمد على مبدأ أساسي هو الحق في أن يعيش حياة كريمة. هذا المعيار هو الذي يحدد من يحكم إريتريا. هذا المعيار الذي دفعنا من أجله الدم والعرق والشرف والكبرياء وكل شيء هو الذي يحدد من يجب أن يحكم إريتريا، ليس اليوم بل ل10 سنوات وال20 ول50 سنة مقبلة. هذا يجب أن يكون مكتوب ومسند عبر إجابات وأسئلة. كيف حدث؟ عندما حكمنا الإيطاليين على أي أساس استندوا في حكمهم لإريتريا؟ بأي شرعية حكمونا الإيطاليين؟ هل هي شرعية القوة؟ بأي أساس؟ عندما حكم البريطانيين بأي أساس حكموا إريتريا؟ عندما طالبت إثيوبيا بضم إريتريا إليها على أي أساس اعتمدت؟ ما هي الشرعية القانونية والسياسية التي اعتمدت عليها إثيوبيا؟ عندما قامت الثورة الإريترية، جبهة التحرير الإريترية، حركة تحرير إريتريا والأحزاب السياسية في الأربعينات وطالبت بالاستغلال انتهاء بأحزاب العمل الإسلامي أو الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، كل هذه الأحزاب والمؤسسات على أي أساس اعتمدت؟ على أي شرعية اعتمدت؟ نحن نحاول الإجابة على هذا السؤال بسبب رئيسي يوجه به الحضور هنا والكاتب سؤال لمن يحكم، كيف تحكمني ولماذا تحكمني؟ هذه الأسئلة يجب أن يجاوب عليها كل إريتري في الخارج في الداخل، كل إريتري يحلم بتجاوز هذه الأزمة. إذا كنا نريد لإريتريا أن تكون محكومة بأبنائها ومحكومة بالخلص من أبنائها وبالحادبين من أبنائها وبأنها تكون دولة كسائر الدول، يجب الإجابة على أسئلة الشرعية السياسية. الشرعية السياسية في الماضي، شرعية الحكم في الماضي، شرعية الحكم اليوم، وشرعية الحكم مستقبلا. في نقطة هناك، ما هو وجه الصراع بين وبين كل من يحكم إريتريا؟ واحد من الأشياء الأساسية يأتي على شكل سؤال: هل اليوم صراعنا مع إيسياس أفورقي الذي يحكم إريتريا هو كرسي الحكم؟ يعني إذا وصلنا إلى أننا أصبحنا رؤساء لإريتريا عبر ثورة وانتفاضة أو بما يكون، هل الهدف هو الوصول إلى السلطة في إريتريا؟ أعتقد أن المسألة ليست مسألة صراع على سلطة، هذا جزء من الصراع، ولكن الصراع الأساسي هو شرعية من يحكم إريتريا. اليوم لو زال هذا النظام وجاء في إريتريا 15 شخص يحكم إريتريا، رئيس ورئيس وزراء وحكومة منتخبة من 15 ذا، يبقى السؤال هو سؤال: من أنتم ولماذا تحكمون وكيف نطيعكم أو نعصيكم؟ سؤال العصيان هو سؤال المقاومة، وهذا السؤال الذي يجب أن يجاوب عليه الإريتريين. إذا كنت تريد أن تقاوم حكومة الطغيان الموجودة في إريتريا اليوم، يجب عليك أن تجاوب على سؤال: لماذا أقاومها؟ هل بسبب الظلم والعسف والجور فقط؟ بسبب الإحساس بالألم والظلم والجور والعسف والطغيان والذل والهوان؟ أم أن هناك اعتبارات أخرى؟ يجب أن يكون هناك اعتبار آخر إضافة إلى هذه الاعتبارات، هو اعتبار شرعية سياسية ينبع فيها الحكم من أن تكون راضيا عنه. هذا الكتاب يعتمد على فكرة أن من يحكم إريتريا يجب أن يحكمها برضا شعبها. لماذا جاء على شكل كتاب؟ لأنه التسنيد المكتوب هو مرحلة متقدمة تسمح بحوار. هذا الكتاب قد نمضي جميعا ويظل لجيل مقبل يمكن أن يستفيد منه في فكرة أننا نحاسب من يحكمنا، لسبب: لأنه أبي وأبيك وأمك وأخوك وكلنا خرجنا من أجل حياة كريمة، ومعيارنا في حاكمنا مستقبلا يجب أن يكون هذا المعيار. يجب أن تحكمني بما مات من أجل أبي، بما استشهد من أجل أبي وأخي.
إذا حكمتني بأي معيار آخر أنا لا أقبل. إذن لديك الحق في العصيان في إريتريا. من أين ينبع هذا الحق في العصيان والمعارضة والمقاومة؟ ينبع من أن أي حاكم يخون تطلعات الشعب الإريتري، سواء كان مسلما، مسيحيا، رجلا، امرأة، فردا، جماعة، يجب أن لا تخضع له أبدا مهما كان الاعتبار. يجب أن يكون هناك اعتبار، هو الاعتبار التاريخي الذي سالت فيه دماء الشعب الإريتري، والتي لو سكبت لو وصلت البحر الأحمر ولا حولت لونه إلى البحر الأحمر. ليس مجازا بل حقيقة. كل نقطة دم في إريتريا تصيح من أجل أن يكون هناك شرعية تمنع الطغيان، ليس اليوم حتى في الغد. ولن يكون هذا ممكنا إلا عبر الكتابة وعبر التوثيق وعبر المناقشة وعبر طرح الأسئلة ومحاولة الإجابة عليها، بأننا نضع كتاب للشرعية السياسية يضع ليس خطة للمستقبل فقط، ولكن يضع قدرة، يملك قدرة للشعب الإريتري في مساءلة كل من يحكمه اليوم وغدا وبعد غدا. وأرجو أن يكون الكتاب هذا والكتب التي تليه تصب في هذا الاتجاه، وشكرا لكم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ختاما، سأضع عليكم معلومات توفر أماكن الكتاب في خانة الوصف. مشاهدينا الأعزاء، سيكون لدينا لقاء آخر مع الأستاذ فتحي عثمان في برنامج كتب عربية بأقلام إريتريا، نناقش فيه ما جاء في الكتاب الجديد والكتاب القديم. وستكون لدينا نبذة مطولة نتحدث فيها عن دوره السياسي وتغليده للمناصب السياسية. وأخيرا لا ننسى أن نبارك للفنان الكبير أبو بكر خليفة باقتراب إصدار أغنيته الجديدة، نتمنى له التوفيق ولمجموعة ألوان. مشاهدينا الأعزاء، حتى نلتقي في الجزء الثاني. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم، لا يفوتني أن أذكركم بأنكم يمكنكم دوما الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم تحياتي زميلي مجاهد عثمان في الإعداد والإخراج لهذا البرنامج الذي استمعتم إليه، وتحياتي محدثكم فتحي عثمان، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.